عملت التابلو ده بطريقه سهله جدا، تقدر تعملوه بنفسكم، ويا رب يعود عليكم شهر رمضان بالخير. في الاول هنحضر كام قطعه خشب على المقاسات اللي هنشتغل عليه، وبعد كده هنجهز قطعه ابلكاش مقاس 70 في 63، وكمان 2 قطعه ابلكاش مقاس 53 في 20. حابب تكبر التابلو، الامور متاحه معاك، نفس الفكره كده بالظبط، وشوف المقاس اللي انتوا محتاجينه. كده تمام، جهزنا خشبنا ابلكاش وسدايب، والسدايب هتكون مقاسها 2 سم في 2 سم، وبعد كده ابدا اجمعهم بالغيره داير ميدون لكل قطعه ابلكاش انا قطعتها. ممكن تدبس الابلكاش في السدابه بالدباسه اليدوي، انا اشتغلت بيها في فيديوهات كتيره، او ممكن مسمار عادي بالشاكوش تقدر تسمر ابلكاش في السدابه. شوف اللي يناسبك من ناحيه العده واشتغل يا كبير، والموضوع سهل ان شاء الله. اي قطعه قماش موجوده هندبسها على القطعه اللي في الوسط، يا ريت القماش تكون اللون بتاعها في الغوامق، هتكون افضل على الطابلوه. وبعد كده هنبدا ندبس القماشه في الطابلوه من الظهر. هناخد القطعتين التانيين للتابلو، ودول انا جبت لهم قماشه خياميه، وطبعا لا تخفى عليكم موجوده في كل حته. احاول اظبط شكل القطعه من القماش، اخلي الرسمه بتاعتها تكون في الوسط بالظبط، وبعد كده ابدا ادبسها خلف التابلو. كده احنا خلصنا تدبيس القماش في الخشب، وخليت قطعه الشكل بتاعها مختلف عن القطعه التانية. ايه رايكم كده هتكون افضل لو نفس اللون؟ اكتب لي رايك في التعليقات. ندبس في كل قطعه دلايه، ودي بتكون عند اي حد بيبيع مستلزمات خياطه، مش غاليه كتير، هي بتكون في حدود 5 جنيه او حاجه زي كده. انا جبت منهم 12 واحده، وابدا ادبسهم في كل قطعه. القطعتين الصغيرين هياخدوا 3، القطعه الكبيره للطابلو هتاخد 6 دلايه، وخليتهم الوان مختلفه، وبعد كده هبدا ادبسهم في كل قطعه. هنحضر ورق فوم، وورق الفوم ده بيكون في اي مكتبه، في منه الوان كتير، انا اخترت منه الوان مناسبه للطابلو بتاعي. ايه رايكم فيها مناسبه، ولا كانت عايزه الوان احسن من كده شويه؟ فتنزل تكتب في تعليق، وبالمره انزل اعمل لايك، ما تكسرش اللايك تحتيك برضو جنب التعليق، ده هيكون دعمك لينا عشان خاطر نقدر نقدم لكم فيديوهات جديده ان شاء الله تكون احسن واحسن. هرسم هلال شهر رمضان من الفوق، وكمان مبنى الجامع، اعلم على الظهر واقطع بالمقص. لو انت ما عندكش امكانيه ان انت ترسم الشكل، ممكن تعمل الرسمه على ورق وبعد كده تطبعه، وبعد كده هتنفذه على ظهر الفوم. يعني الموضوع مش صعب، الامور سهله. لو انت مش هتعرف ترسم زي ما قلت لك، اي حد هيطبعهم لك كده في مكان التصوير، وتنزل على ظهر الفوم وتطلع الشكل اللي انت محتاجه. اجهز الشكل اللي انا محتاجه الاول قدامي واتاكد منه، وبعد كده الزقه مكانه في الطابلوه الخشب.
القطعة اللي طلعت مني بعد ما قصيتها هعلمها الناحية التانية عشان الشكل يكون واحد بالظبط. بعد ما خلصت تقطيع ومتأكدت من الشكل هبدأ ألزقهم على التابلو بالشكل ده. واخد بالك اني قلت لك انك ممكن تطبع الرسمه على ورق علشان تسهل عليك؟ انا عملتها علشان انا بصراحه خطي مش احسن حاجه في الكتابه، طبعتها على ورق بعد كده نفذتها على قطعه الفوم. بس خد بالك من حاجه، ان الكلمه تكون عكس، يعني تكون مشقلبه باللغه العاميه كده علشان احنا نعملها على الظهر، واما نيجي نقلبها هتدينا الشكل تمام التمام يا كبير. واللغه البيضاء اللي انا لازق على الكلام ده من نفس الفوم، طبعا انا لازق فوق اللون الاسود. وما تنساش لو معاك مسطره اي حاجه قادره كده تعدل بيها الحرف بتاعك عشان خاطر الكلمه تكون ماشيه معاك مظبوط. ونعمل كام خط كده من فوق التابلو على اساس يدينا شكل افضل. هنوزعهم واحده اكبر من التانية او بشكل عشوائي. عملت فانوس كده صغير محندق وكمان هلال عشان خاطر هلزقهم اخر الخطوط اللي انا عملتها. وبكده انا خلصت التابلوه تمام، وهبدا اعمل المكان اللي هعلق منه التابلوه على الحائط، وده هيكون مسمار بورما عادي 2 سم مع شريط فتله الدباره اللي هعلق منها على الحائط. وخلي بالك الفتله ما تطلعش مني لبره كتير عشان خاطر ما تظهرش مني وانا بعلق، يعني انا عايز اخلي المسمار بتاعي ده يكون داخل التابلوه. وبكده يكون خلصنا التابلو بتاعنا تمام. يا رب يكون الفكره دي عجبتكم. فرحه رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بخير، ويا رب انصر اخواتنا المسلمين في كل مكان. وفي الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك علشان ده بيكون دعمك لينا، ولو مش مشترك في القناه طبعا نتشرف بيك يا كبير تعمل اشتراك في القناه. بشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.